السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير. الموضوع ديال اليوم مهم بزاف، كنظن العديد منكم غادي يكون محتاج انه يسمع هذا الموضوع. الصراحه الموضوع ديالنا هو كيفاش تنسى واحد الشخص كتبغيه. اكيد ملي سمعتي هذا الموضوع غادي يكون جا في بالك داك الشخص اللي ربما كتبغيه هو ما مهتمش ليك، يعني كنهضروا على حب من طرف واحد. ممكن واحد الانسان اللي كنتي معاه وتخاصمتوا، ملي كنهضروا على تخاصمتوا يعني ما كنهضرش على انه كاينه امكانيه انكم ترجعوا، كنهضر على صاف، يعني ما يمكنش نهائيا ترجعوا وخاصك تزيد، خاصك تكمل حياتك، ولكن ما قادرش. ممكن داك الشخص اللي كنتي معاه تزوج، ممكن خانك. يعني الحاله ديالنا هنا ان داك الانسان اللي كتفكر فيه وكتبغيه ما قادرش تنساه، مستحيل انك تكون معاه. قبل ما نعطيك الحلول او الطريقه باش تبدا ان شاء الله في حياتك وتحاول انك تجاوز ديك العقبه اللي كتألمك وما خلاتكش تكمل، بغيت نسولك واش باغي تنسى بصح ولا لا؟ الا كنتي بصح باغي تنسى فانا متاكد انه غيكون عندك استعداد دير هاد الخطوات كاملين. لكن الحاله اللي كتوقع لبزاف الناس ما كيكونوش مستعدين انهم ينساو، هو نفسه ما كيكونش باغي ينسى. الوغ الا كنتي انت بنفسك ما باغيش تنسى فما كننصحكش تكمل هاد لا فيديو، غير حبس. كنتي فعلا بصح مصمم انك تنسى، نعطيك 4 ديال الخطوات بسيطه. اول حاجه هي تمسح كل شيء، اي حاجه غتفكر داك الشخص خصك تمسحها. الرسائل اللي بيناتكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كانت عندك شي رساله ورقيه قطعها، حرقها. الارقام ديالو ممكن يكون بدل الارقام، دونك غتمسح الرقم القديم الرقم الجديد. الصور ديالو، الصور ديالك انت وياه، الصور اللي كيجمعوكم بجوج، الصور اللي ديجا هضرتوا عليهم، المحادثات كاملين، لي فيديو اللي مهم راكم عارفين اي فيديو يقدر يفكرك به مسحو. الاغاني كذلك تبلوكي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وما تخلي له حتى شي طريقه باش يوصل لك. ملي غتكون مسحتي هادشي كامل غتكون بديتي وحطيتي رجلك كيف كنقولوا في القارب ولا في الزورق باش تقدر تدخل البحر وصافي ما بقيتيش في اليابس. النقطه الثانيه، ضروري غتبقى تفكر هذا الانسان. ما غاديش نكذب عليك ونعطيك شي وصفه سحريه باللي صافي الحياه تقادات وغتنسى. ضروري غتفكر هذا الانسان. لو لقيت اللي تفكروا، حاول دائما انك تفكر فقط الحوايج الخايبين اللي دار معك هذا الانسان. تفكر اللحظات الخايبين، تفكر الالم، تفكر المعاناه اللي حسيتي بها وانت معاه وانت كتفكر فيه وانت باغيه هو ماشي من النصيب ديالك. اي حاجه دازت عليك خايبه مع هذا الانسان تفكرها. علاش؟ حيت اللحظه اللي كنتفكر واحد الانسان كنبغيوه وكنشوفوا فقط الحاجه المزيانه، عمرنا ما غنكرهوه، عمرنا ما غنساوه. ولكن اللحظه اللي كنتفكر واحد الانسان وكنمشي غير لدوك الحوايج الخايبين اللي دار، مع العلم انه دار شي حوايج زوينين، هنا بعدا كنبدا نحاول دماغي كيولي كيقول لي باللي هذاك الانسان ما صالحش واوتوماتيكمون ما غاديش نبقى نزيد نفكر فيه اكثر. الخطوه الثالثه انك تجنب اي حاجه تقدر تفكرك به. وفعلا انت مسحتي كل شيء، ولكن دوك الحوايج اللي يقدروا يفكروك به تجنب انك ديرهم. مثلا الاماكن اللي كنتو كتمشيو لهم بجوج، واش المكان يمكن له يتمسح؟ ما يمكنش. دونك دوك الاماكن اللي كنتي كتمشي لهم معاه او لا كتمشي تسنى فيهم، حاول تجنبهم. شي اكل ولا شي اكله ولا شي حاجه كنتو كتاكلوها بجوج او كتعجبو تجنبها. الاغاني كذلك اللي ديجا كتسمعوهم ما تبقاش تسمع ليهم. مسلسلات، مهم اي خطوه تقدر تخليك غير تفكر داك الانسان. الخطوات اللي ما نقدروش نمسحوهم نتجنبوا اننا نديروهم. رابعا، تعرف على ناس جداد، يعني بدا حياه جديده. خرج من داك الروتين اللي كيخليك ديما كتفكر. عمر وقتك، قرا، خرج، سافر. المهم ما تبقاش منعزل وكتفكر في داك الاكس او داك لا بيرسون اللي صافي مشى وكتبقى حاطو واحد يعني كتبقى عطيه واحد القيمه كبيره. هادو هما الخطوات اللي كاينين. واحد الخطوه كيديروها بزاف الناس وهي كيدخلوا في علاقه، وهذه من اكبر الاخطاء اللي ممكن يديرها الانسان. حيت ملي كتدخل في علاقه
اول حاجه كتالي داك الشخص اللي انت معاه، داك الشخص اللي انت معاه وانت مازال ما نسيتيش، فكتحاول تشوف فيه الصفات ديال الشخص القديم، الشخص القديم اللي مازال باقي في قلبك. كتشوف داك الانسان وكتخيل انه هو، وبمعنى اخر كتستغلو حرفيا باش تنسى. ونفترض نسيتي تقدر تسمح فيه، حيت صافي انت كان الهم ديالك الوحيد انك تنسى، وصافي نسيتي وغتسمح بداك الشخص. انت اديتي واحد اخر وغادي يولي هذا الشخص محتاج انه ينساك. يعني هذا ماشي حل. غادي نختم بواحد النقطه مهمه. غادي تقول لي مسحت كل شيء، مسحت لي ميساج، ما بقيتش كنزور دوك الاماكن، نستعد فعلا انني ننساه، ولكن مازال كيجي لدماغي، مازال كيهضر معايا هذا السيد، مازال كنتلاقاو في واحد البلاصه، كنقرا معاه واش انا غنبدل المدينه، مازال كاينه هادشي غيوقع وغيزيد يوقع. ولكن بعدا كتكون ولفتي بواحد الروتين جديد. هذا الروتين الجديد وهو انك بدلتي الخطوات اللي كنتي كدير، ما بقيتيش لاصق في حاجه وحده، هي انك مازال كتسنى ومازال عندك امل ان داك الشخص يرجع، ومازال كتحلم. صافي قنعتي دماغك، قنعتي راسك انك غادي تدوز ديك الصفحه صافي. يعني ولو غادي تبقى تشوفه، ولو غادي تبقى تصادفوا شحال من مره، ولو غتبقى تفكر حوايج زوينين، ولو مع المده، يعني ماشي كنقول لك غادي تنساه في شهرين 3 شهور. صراحه الامر كيطلب بزاف ديال الوقت، الامر كيطلب بزاف، وماشي كنساو الانسان، راه ما كنساوش، راه غادي نبقاو مفكرين ان داك بنادم كنت كنبغيه واحد اللحظه. الامر يقدر يطلب عام، يقدر يطلب 6 شهور، تقدر تنسى وتعاود ترجع، ممكن. لكن اللي اساسي في هذا الشيء وهو انك تغلبتي على راسك، وتغلبتي على شي حاجه اللي سميتها انا ما قادرش ننسى، وغتنسى ان شاء الله، وغتوصل داكشي اللي بغيتي، وكلشي غادي يكون هو هذاك. نتمنى تكون بهاد النقاط، ونكون وصلت اكبر يعني قدر ممكن من المعلومات. إلا كانت هذه أول مرة كتسمع هذه القناة، نتمنى أنك تشترك معنا وتفعل زر الجرس وتضغط لايك إذا عجبك الموضوع، وديسلايك إذا ما عجبكش، وشي تعليق رأي ديالك في هذا الشيء، ولما لا تشارك معنا شي قصة ديالك يستافدوا منها الناس. إن شاء الله نتلاقاو في المرة الجاية.